السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. اليوم غادي نوجدوا واحد الكيك كيوجد بسرعه وبسيط في نفس الوقت وكيجي رائع. ندوزو ناخذ المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. على اول حاجه غادي نحضروا الكيك ديالنا. غناخذوا واحد البول اولا الاناء وغادي نوضعوا فيه جوج ديال البيضات دائما بحراره المطبخ، وغادي نضيفوا لهم كيس من سكر الفانيلا، وكذلك نضيف رشة ملح لتصحيح الذوق، ثم كاس إلا ربع من سكر سنيدة. كنطربوا المكونات مع بعضها. الطراب الكهربائي ما كيتوفرش عندكم الطراب الكهربائي، ممكن تخدموا بالطراب اليدوي فقط للتسهيل وصافي. حنا كنديروا الطراب اليدوي. هنا غادي نطربوا حتى يتبدل لينا اللون ديال داك الخليط، كيولي ابيض. من بعد كنضيفوا باقي المكونات اللي هما كاس الا ربع ديال الحليب، دائما يكون بدرجه حراره المطبخ، كاس الا ربع من الزيت، زيت المائده، وكنخلطوا الكل. هنا انا فرقتهم. الا بغيتوا توضعوا المكونات كلها دفعه واحده وتطربوها راه ما كاين حتى مشكل، يعني كيجي كيك عادي ماشي فيه تعقيدات كثيره ولا عادي. وحنا كنطربوا حنا كنضيفوا في كاس الا ربع من قهوه سريعه الذوبان. كناخذوا كاس الا ربع من الماء يكون دافي وكنوضعوا فيه معلقه ديال معلقه اولا ساشيه ديال قهوه سريعه الذوبان، وكنخليوه حتى كيبرد شويه. عاد كنضيفوه للخليط. من بعد ما كندمجوا الكل كنبداو نضيفوا الدقيق. دائما الدقيق في الكيك ما نديروش دفعه واحده، كنفرقوا الكميه على جوج اولا ثلاثه دفعات. هنا وضعت 3 ديال المعالق ديال الدقيق. هنا خدات معايا تقريبا 2.5 كيس ديال الدقيق عامرين. دائما العبار بكاس العنبه، وانتم كذلك عينكم ميزانكم. بالنسبه للدقيق ضروري كيكون النوع الممتاز الخاص بالحلويات، وكنغربلوه من طبيعه الحال باش كتنجح معكم الحلوى اولا الكيك ديالكم. هنا كنغربلو الكميه الثانيه من الدقيق وكنستمروا حتى كنحصلوا على الخليط ديال الكيكه العادي اللي المعروف عند كل السيدات. راه كلشي كيعرف القوام ديال الكيك، ما كيكونش عاقد بزاف متقيل وما كيكونش خفيف بزاف. هنا صافي ملي كنكملوا الكميه ديال الدقيق كنضيفوا الكاكاو. كما قلت لكم هزات معايا 2.5 كيس ديال الدقيق، كيسان ديال العنبه. وعاد كنضيفوا الكاكاو. ملي كتكونوا كتطربوا تخلطوا بالدقيق حاولوا تخليوا القوام ديالو شويه خفيف. القياس فين تزيدوا الكاكاو، حيت الا درتوها ثقيله في الاول ملي غديروا الكاكاو عاوتاني غادي تقال لكم بزاف. وهنا من طبيعه الحال كنضيفوا الخميره الكيماويه، خميره الحلويات، حتى لاخر لحظه باش كتنجح معكم الكيك. وبغيتو تطربوها تخلطوها مع الدقيق ماشي مشكل. انا هنا خليتها هي الاخرى، درت خماره وحده واكتفيت بها صافي. وكنخلط الخليط ديالي على هذا الشكل هذا حتى كنحصل على القوام النهائي ديال الكيك. كناخذ واحد المول. هنا خديته مستطيل ودهنته بالزبده، ممكن تاخذوا اي مول عندكم ما كاين حتى مشكل. وهنا خديت انا هذا طويت دهنته بالزبده عفوا، ووضعت فيه الخليط. دائما ملي كتبغيو تصبوا الخليط ديال الكيك حاولوا تهزوا داك البول شويه باش كتهوى لكم ديك العجينه ديال الكيك، داك الخليط وكتجيكم مهويه. صافي كنبسطوه على الطاوه كامله، كنحاولوا نساويوها كامله وكندخلوه للفران. هنا الفران انا الحين اللي بغيت نخوي نصب الخليط ديالي في المول شعلته، ما يكونش الفران سخون وانما يكون دافي صافي. وكندخلوها الفران دغيا كطيب وكتنجح معكم 100%. كيكه عاديه. هنا درتها الوسط، ما درتهاش الفوق وما درتهاش لتحت، على قبال كل فران والقوام ديالو كيفاش. وملي كطيب لكم الكيك تشوفوها نشفات من الفوق كتعرفوا صافي راه طابت. هنا كنتقبوها شويه بالكوردون كيف كتشوفوا، وغادي نسقيوها بالحليب. بغيتو تسقيوها بالحليب، بغيتو تسقيوها بالقهوه، كيف بغيتو تسقيوها بالسيرو المعروف ديال السكر والماء والفاني. انا هنا فضلت نسقيها بالحليب. وحاولوا تسقيوها مزيان باش كتجيكم مرطبه وفتيه اكثر واكثر. صافي من بعد ما كنكملوها كنسقيوها كامله كنخليوها على جنب تبرد، وكندوزو باش نوجدوا الكريمه ديالنا.
هنا الكريمه انا حاولت ناخذ هذه لاموس ماشي كريم شونتي وانما لاموس، خديتها بنكهه الشوكولا. نتوما بغيتوها فاني وخليتو الكيكه بيضه ديروها فاني ما كاين حتى مشكل. وضعت معها كاس عامر ديال الحليب يكون بارد، وكنطربوا الموس ديالنا بشكل عادي حتى كتطلع لنا ديك لاموس صافي، وكنحبسوا التطراب. هنا كما كتشوفوا حتى طلعت ليا ديك لاموس، وضفت جوج الياغورت ديال شوكولا دانيت شوكولا وعاود طرفتهم صافي، غير كيندمجوا ليا مع بعضياتهم. وكنحبس التطراب تنخليه على جنب، وكناخذ واحد الشكلاط مربعات صغيره، وكناخذ معاه الكميه ديال الشكلاط ديال الدهن، وكندوبهم في شي اناء سواء في الباماغي سواء في الميكرووند اللي عندكم. صافي كندوبهم حتى كيطلق لينا داك المكونات، وكناخذوا نوع من المكسرات اللي متوفر عندنا كنخلطوهم مع داك الشكلاط، حيت الا درنا الشكلاط ديال الدهن ما كيخليش لينا داك الشكلاط كيكرم تيبقى يعني رطب. درتو غير الشكلاط دامات كيقصاح ليكم وما كيجيش القوام ديالو زوين. صافي هنا الكيكه ديالي من بعد ما بردات كناخذوا داك القوام ديال الشكلاط مع المكسرات كما قلت لكم اللي متوفر عندكم، وكنحاولوا نبسطوه. هذه فقط كفكره باش ملي كتاكلي داك الكيك كتحسي بديك التقرميشه، في نفس الوقت كيزيد حتى واحد البنه رائعه للكيك ديالنا. صافي ملي بسطنا ديك الطبقه الثانيه من الشوكولا مع المكسرات، من الفوق كنوضعوا ديك لاموس اللي كنا طربنا مع شوكولات دانيت ديال الشوكولات. صافي كنوضعوهم كطبقه ثالثه وكنخليوها تبرد في الثلاجه اولا مجمد ماشي مشكل، وقد ما بردات لكم قد ما احسن واحسن. بعد ما كنخليوها تبرد لينا اكثر، وفي هذا الاثناء كندوزو باش نوجدوا الكلاصاج ديالنا اللي كيتكون من سنيده وبودر كاكاو، يعني خذوا 3 المعالق مع 3 المعالق على حساب الكميه وعلى حساب الطاوله اللي عندكم. وعندنا كاس ديال الحليب كندمجوا العناصر كلها مع بعضها وكنوضعوها فوق النار. الحين اللي كتبدا تغلي لينا فوق النار دمجوها مزيان وانتم واضعينها فوق النار وانتم كتحركوا فيها. من بعد ما يغلى لكم داك الخليط كتوضعوا شكلاط مربعات دائما كما قلت لكم على حساب الكميه. هنا انا خديت 3 معالق ديال السكر سنيده مع 3 معالق ديال الكاكاو، ودرت معاهم 6 ديال الشكلاطات مربعين. بغيتو تزيدوا اكثر بغيتو تنقصوا ما كاين حتى مشكل، دائما على حساب الكميه اللي عندكم على حساب الطاوه. هنا كناخذ جوج ديال الوراق ديال الجيلاتين اللي رطبتهم في الماء بارد وكنوضعهم على داك الخليط من بعد ما حيدتهم فوق البوطه، وكنخلط مزيان ثم كنصبوه في شي اناء اولا شي كاس وكنغطيه بلاستيك غذائي باش ما يديرش لنا ديك القشره، وكنخليه حتى كيبرد صافي باش ملي تخويو على الكيك ديالكم ما يذوبش لكم ديك لاموس، ما تخويوش هو سخون وانما خليوه حتى يبرد. صافي هنا كنصبوا على سطح الكيك ديالنا كيف كتشوفوا، راه ملي كيكون بارد راه ما كيذوبش لكم ديك لاموس، الا درتوه سخون راه غادي يذوب لكم ديك لاموس. كنأكد على هذه العمليه هذه. صافي وكنبسطوا السطح النهائي من هذا الكلاصاج على ديك السطح على الطاوه كامله باش ما كتبقى لنا حتى بلاصه خاويه من داك الكلاصاج. ومن بعد كندخلوها تبرد، قد ما خليتوها تبرد قد ما احسن واحسن، وكتجي رائعه وبنينه وكتحسوا بديك القرمشه ديال ديك المكسرات مع البنه ديال الشكلاط. يعني واحد الكيكس ان شاء الله غادي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. واحد هنا كنقول لكم شكرا على المتابعه، كنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلايك واشتراك، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله. كنتمنى الكل يشارك، ومرحبا بكم في قناتي منى شانيل. واحد هنا كنقول لكم شكرا على المتابعه، الى اللقاء، خليتكم في راحه الله، مع السلامه.